هاتي شنطة كده وتعالي بسرعة هقولك على شوية أفكار بجد تسلم إيد اللي اخترعها. أول حاجة كده معانا لما بنيجي نكنس كده أو نغسل السجاد بالفرشة كده بتبقى صعبة كده وتلاقيها مش بتروح وتيجي معاكي بسهولة. أقولك على الطريقة الصح بقى، تعالي هقولك على الطريقة الصح. أول حاجة كده هنجيب الفرشة بتاعتنا أو الفرشة بتاعت المكنسة، وهنبدأ كده نجيب شنطتين عندنا وهنبدأ نلفهم بالشكل اللي معانا ده كده، وهنبدأ نربطهم كويس جدا. اهم حاجة جمدي عليهم وانتوا بتربطيهم على المكنسة بتاعتك او الفرشة بتاعتك، تمام. وبعد كده هنركب بقى الايد بتاعتنا عادي خالص، وتعالي نشوف هنعمل ايه. زي ما احنا شايفين كده بكل سهولة المكنسة بتمشي على السجادة بسرعة الصاروخ، مش محتاجة وقت ولا مجهود، تقدري تكنسي تغسلي تمسحي زي ما انت عايزة خالص. بجد فكرة حلوة جدا جدا، وكمان بتشيلك الوبرة والفتل والشعر اللي موجود في السجادة. اعتمديها. الفكرة اللي بعد كده معانا هنا الشبكة بتاعة البوتاجاز او اي حاجة او الدهون الفرن او اي حاجة. بجد اختراع بدون وصفات ولا اي حاجة خالص. الاسبونشة اللي معايا دي اسبونشة سلك حلوة جدا ومش غالية خالص. بكل سهولة هتمشيها عليها بس من غير اي خلطات ومن غير اي حاجة خالص. هتطلع لك كل الدهون الموجودة والمتراكمة عندها حتى لو بقالها فترة، وهتنضفها لك بكل سهولة. فكرة حلوة جدا جدا بجد، اعتمديها. هتلاحظ الفرق معاكي حاجة كده وهم ما شاء الله. زي ما احنا شايفين الفرق واضح. وطبعا لو وصلتي معايا هنا لحد هنا ما تبخليش علينا باللايك والشير يستفيد الجميع، والاشتراك في القناة لو اول مرة تشوفها، وتفعيل الجرس ليصلكم كل فيديوهاتنا بإذن الله. الفكرة اللي بعد كده من غطيان الازاز اللي احنا كلنا بنرميها، واتفقنا ان احنا مش هنرمي حاجة بعد كده. وعلبة تلاجة كده او علبة حفظ الاطعمة او اي حاجة عندك حابة تعملي فيها. هنعمل فيها ايه؟ هنعمل فيها منظم حلو جدا جدا. تعال نشوف هنعمل ايه. بمسدس الشمع كده، لو عندك ما عندكيش مسدس شمع، الشمع كده بيتباع في المكتبات متوفر في كل مكان. هتجيبي كده شمعة وتبدأي تسيحيها كده على النار او بشمعة، وتبدأي ايه تثبتي الغطيان دي في قلب العلبة بتاعتنا. هنعملها كلها ونرجع تاني مع بعض نشوف المنظم ده لإيه. وده كان شكل المنظم بتاعنا. بعد ما خلصنا هيبقى معاكي احلى منظم للبيض بتاعك بكل سهولة جدا من غطيان الازاز، وعلبة عندك فاضية هتستخدمي فيه. تقدري تعملي كذا منظم، هيوفر عليكي المكان ومش محتاج مجهود ولا اي اختراع. حاجة كنا هنرميها عملنا بيها احلى منظم بسهولة جدا، امان جدا. يعني شوف بهزها ما فيش اي مشكلة. فكرة حلوة جدا. الفكرة اللي بعد كده حلوة جدا جدا، يا ريتني كنت اعرفها من زمان. بجد حلوة جدا، اختراع. كلنا كده بنفتح كيس المكرونة طول عمرنا بنفتحه غلط. تعالى هقول لكم على الطريقة الصح اللي هنفتحه بيه وهيبقى مظبوط جدا جدا. طول عمرنا بنفتحه كده من الجنب او بالطول كده، ده غلط جدا. هقولك على الطريقة الصح. هتيجي كده تسيبي كام سنتي كده من الطرف من هنا، وهتبداي كده تعمليه بزاوية كده او بحردة كده، يعني على شكل دوران كده، وتبدأي تفتحي كيس المكرونة بالشكل اللي معانا ده كده. كده بنسهل على نفسنا كويس جدا. بناخد الكميه اللي احنا عايزينها وبعد كده بتربطي الكيس بكل سهوله، مش محتاجه اي حاجه علشان تقفليه او ما يقعش معاكي المكرونه. فكره حلوه جدا جدا، اعتمديها. الفكره اللي بعد كده معانا عندنا كده الكشري المصري بنموت فيه طبعا احنا واولادنا وكل الناس بتحبه، تمام، مفيش عليه اختلاف. طبعا طول الشتاء بقى بتحبي تاكليه جدا جدا، او العدس او اي حاجه بتحتاج ليها بصل محمر، يعني تحمري البصل. فطبعا اول حاجه بتزهقك او بتضايقك ان انت تحمري البصل عشان بياخد معاكي وقت التقطيع والكلام ده كله. اول حاجه هتسهل عليكي ان انت هتقطعيه بالشباسة. هيسهل عليكي جدا تقطيع البصل وهيطلع في منتهى الروعة. الحاجة التانية بعد كده تقدري تعملي كميات كبيرة جدا جدا وتحطيها في برطمانات ازاز بالشكل ده، وهيفضل معاكي اطول فترة ممكنة بالشهور. مش هتحتاجي ولا هتتعبي، تمام، بالشكل اللي معايا ده كده. لو فضل معاكي شوية مثلا وانت عايزة تحتفظي بيهم مقرمشين زي ما هم بنفس الطعم وبنفس القرمشة، هتجيبي كده اي عندك برطمان ازاز بالشكل ده، وهتبدأي تحطي فيه البصل بتاعك، وبعد كده هتغطيه بحتة استرتش، وبعد كده تغطيه كويس وتقفليه. هيفضل معاكي افضل فتره ممكنه لحد ما تحتاجيه. مش هيبوظ معاكي ولا القرمشه هتروح ولا اي حاجه ولا هيطرى معاكي خالص. فكره حلوه بجد، اعتمديها.
الفكرة اللي بعد كده لما بنفتح الكيس المكرونة بالشكل اللي معايا ده كده وبنبقى محتارين نقفله ازاي او مش عارفة تحطيه في ايه، اسهل حاجة كده هتجيبي مشبك غسيل وتتني كده الكيس بتاعك وهتحطي مشبك الغسيل، وبكده قفلتيه بمنتهى السهولة. عندنا هنا لباسة القلم بتاعنا بعد ما بنخلص بنرميه، واتفقنا ان احنا مش هنرمي حاجة. بعد كده هناخد كده لباس القلم وهنعمل بقى فكرة حلوة جدا، منظم هايل تقدري تعملي بيه اي حاجة. هناخد كده عندنا هنا كده اللباسة تقدري تحطي عليها شمع كده او بمسدس الشمع او دبل فيس لو عندك بالشكل ده كده، وهناخد كده حتة على قد اللباسة بتاعتنا، وبعد كده هنلزقها على الحيطة كده وهيبقى معاكي احسن علاقة تقدري تعلقي عليها اي حاجة انت حباها فوطة المطبخ بالشكل ده، او تقدري كمان تحطيها جنب الحوض وتعلقي عليها الاسبونجة تصفي المية. بعد كده معانا كده حاجات المطبخ او البولات بالشكل ده كده او الفناجين او الحاجات دي كلها، لما بنيجي ننظمها ان انت بتحطيها وترصها جنب بعض كده بتاخد طبعا مساحة، وخصوصا لو المطبخ معاكي ضيق فما بياخدش كميات كبيرة وبتبقي محتارة تعملي ايه. اسهل حاجة ان انت هتاخدهم كده تحطهم في بعض كده وتحطيهم جنب بعض بالشكل ده، هيسهل عليكي يبقى كل حاجة قدامك وكمان هيوفر عليكي المساحة. ونفس الطريقة معانا كده الفناجين بتاعة الشاي وبتاعة القهوة هتعمليها بنفس الطريقة. برضو لما بنيجي كده نحطها ان احنا نحطها كده جنب بعض كل طبق بفنجانه، طبعا ده برضو بياخد مساحة كبيرة جدا جدا. اسهل طريقة هتستخدميها هتجيبي كده الفنجان وتستخدمي الفكرة دي حلوة جدا بتوفر المساحة وخصوصا في المطابخ الضيقة. الطريقة الصح اللي هتوفر معاكي وتنظم معاكي في المكان، هناخد كده زي ما احنا شايفين هننيم كده فنجان، وبعد كده هتجيبي الايد بتاع الفنجان التاني تدخليها جوه الفنجان الاولاني وهكذا، والايد برضو في الفنجان اللي بعد كده، وبرضو الفنجان اللي بعد كده بنفس الطريقة هيبقى معاكي كده 4 فناجين. هتبدأ يعني كل طبق هيشيل لك 4 فناجين، وهتحطي بقى الفناجين فوق بعض كده بكده هتوفري المساحة وهتوفري المكان وهيبقى معاكي شكلها حلو جدا ومنظم. فكرة حلوة بجد اعتمديها. الفكرة اللي بعد كده معانا من كرتونة كده قديمة، اي كرتونة عندك هنعمل احلى منظم للاطباق هيشيلك كمية كبيرة جدا جدا من غير الاطباق بتاعتك ما تقع ولا اي حاجة، وهتحطيها كده بامان وبرضه هتوفر عليكي المساحة والاماكن الضيقة. اول حاجه كده هنجيب الكرتونه نلزقها كده بكل الجوانب بالسلوتيب بتاعنا العادي خالص اللزق العادي خالص، وتقدري كمان لو عندك مسدس شمع تمام مفيش اي مشكله خالص، اي حاجه موجوده عندك بكل سهوله. بعد كده هتلزقيها من كل الجناب كده وتقفليها من كل الجوانب بتاعتها، وبعد كده هنيجي كده من النص ونحددها كده ونقصها بالنص، وبكده بقى معانا افضل منظم واسهل منظم من حاجه كنا هنرميها. منظم حلو جدا جدا للاطباق للبولات للصواني اي حاجه تقدري تستخدميه او تحدديه زي ما تحبي. خدي الفكره واعملي اللي انت عايزاه. تقدري كمان ان انت تقدري كمان تغلفي الكرتونه باي ستيكر يكون شكله كويس عندك. وكده يكون الفيديو بتاعنا النهارده انتهى. لو عجبك الفيديو وصلت معايا لحد هنا ما تبخلش علينا باللايك والشير والاشتراك في القناه الاول ما تشوفها، واشوفكم على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.